جرائم الباكيكا في عام 2020، أفيون الشعوب وأفيون الكرد. الجزء الثاني. كان عام 2020 عام الكوارث والمآسي بحق شعب إقليم كردستان لما ذاقوه من مرارة العيش في ظل العشرات من الجرائم الوحشية المرتكبة بحقهم من قبل الباكيكا وبأوامر مباشرة من قنديل. فكان عاما كفيلا بكشف الأقنعة المزيفة عن الوجه الحقيقي لهذه التنظيمات. فأدرك شعب الإقليم جيدا أنه لا خير إطلاقا في هذه التنظيمات وأنها لم ولن تخدمهم قطعا. كان المستهدف من جرائم الباكيكا خلال هذا العام حكومة الإقليم وبيشمركة كردستان بل وعموم شعب الإقليم، إذ تاجرت الباكيكا حكومة الإقليم بالحروب عشرات المرات واغتالت عناصر من بيشمركة كردستان ومسؤولين أمنيين، كما واختطفت وقتلت العديد من شباب الإقليم بحجة التجسس، علاوة على ممارسة أشد الأعمال انحطاطا والمتمثل في زرع المتفجرات على طرق قرى الإقليم. كل هذا لم يثلج صدرها، فمدت أيديها الخبيثة لشريان الحياة لشعب الإقليم، ففجرت أنبوبة تصدير نفط الإقليم على غرار ممارسات داعش الإرهابية. فما تتحدث عنه الباكيكا من مقاومة وبطولات إنما هي هذه الممارسات الدانية والاعتداءات الصارخة بحق الإقليم وشعبه وبيشمركته لا غير، والتي أصبحت جزءا من الحياة اليومية لهم. جرائم الباكيكا في عام 2020. أولا، اختطاف وتهريب شاب من دهوك بتهمة التجسس. نوع الجريمة اختطاف وتهريب. وقت وقوع الجريمة 29 كانون الثاني عام 2020. مكان وقوع الجريمة قرية بباد التابعة لناحية شمانكي. فجر يوم 29 كانون الثاني عام 2020 اختطف مسلح تنظيمات الباكيكا شابا من دهوك بأخبث وسيلة على الإطلاق، حيث استدركته بطرق مضللة وخادعة ليقدم إلى قرية ببادئ وتختطفه هناك. هذا الشاب كان جوتيار محسن من أهالي قرية سياري. بعدها نقلته إلى سجونها في كردستان سوريا لتجلبه فيما بعد وبالضبط أثناء انطلاق عملية جارة لتقتله بطريقة وحشية هناك وتتهم العساكر الأتراك بقتله. ثانيا، استشهاد بيشمركة إقليم كردستان. نوع الجريمة اغتيال واستشهاد. وقت وقوع الجريمة 24 تموز عام 2020. مكان وقوع الجريمة قرية كشان التابعة لقضاء زاخو. يوم 24 من حزيران عام 20 أطلق مسلحو الباكيكا النار على مواطن يدعى عبدال، وبعدها ألقوا جثته في ريف قرية خزافة التابعة لناحية باطوفة. هذا الحادث وقع في قرية كشاني. هذا والمواطن عبدال كان من متقاعدي بيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني. ثالثا، اعتقال واختطاف بيشمركة إقليم كردستان. نوع الجريمة اختطاف وتهريب. وقت وقوع الجريمة 2 من تموز عام 2020. مكان وقوع الجريمة حدود ناحية سيداكان. في 2 من تموز عام 20 اختطف مسلح الباكيكا أحد عناصر البيشمركة القدامى عقيد طه في اللواء المشترك السابع من أهالي قرية ليلا كانت تابعة لناحية سيداكان، حيث استولى المسلحون على سيارته وغيبوه، وما زال مصيره مجهولا لغاية كتابة هذه الأسطر. رابعا، إكراه مواطن على ممارسة الجنس مع مقاتلة في تنظيماتهم. نوع الجريمة الجرائم الأخلاقية والتهديد. وقت وقوع الجريمة الشهر 9 لعام 2020. مكان وقوع الجريمة قرية جفر كانت تابعة لناحية خليفان. لم تبقى أي جريمة لم ترتكبها هذه التنظيمات بحق شعب الإقليم، فهذه الجريمة توضح مستوى الانحطاط الأخلاقي لهذه التنظيمات. ففي منتصف شهر أيلول العام المنصرم توجه 3 مسلحون لتنظيمات الباكيكا من بينهم مقاتلة شابة نحو مواطن يدعى صادق كاسر علي من أهالي قرية سرقلة، كان يعمل في مشروع لتربية الأسماك بالقرب من سد بيخنا، وأقام علاقة تعارف معه. وبعد الجلوس معه وشرب الشاي والتجاذب بأطراف الحديث ترك المسلحون ذكور هذا المواطن مع مقاتلتهم الشابة وأجبروه على ممارسة الجنس معها ليقوموا بتسجيل هذا العمل اللا أخلاقي بين مقاتلتهم وهذا المواطن. بعدها بيوم قدم المسلحون إلى المواطن صادق وأخبروه بأنه ينبغي عليه القدوم معهم لوادي زانتا للقاء مسؤول رفيع لهم. توجه صادق معهم، وهناك طالبه مسؤول الباكيكا بالتعاون معهم مهددا إياه بإرسال مقاطع الفيديو الفاضحة له مع مقاتلتهم لزوجته. بعدها هدده بقتلهم جميعا. خامسا، اغتيال مسؤول أمني لإقليم كردستان. نوع الجريمة اغتيال.
وقت وقوع الجريمة 8 من تشرين الأول عام 2020. مكان وقوع الجريمة قرية كيلكي بمنطقة برواري بالا. في صبيحة يوم الخميس 8 من تشرين الأول العام المنصرم اغتال مسلحون للباكيكا مسؤول أسايش معبر سرزير الحدودي غازي صالح آل خان في منزله وبين أفراد عائلته وأمام أنظارهم بقرية كيلكي. وقد تمت عملية الاغتيال بسلاح قناص وبأمر مباشر من مراد قريلان. سادسا اختطاف قروي من قرى سفح جبل قنديل. نوع الجريمة اختطاف وتهريب. وقت وقوع الجريمة شهر العاشر لعام 2020. مكان وقوع الجريمة سفح جبل قنديل. في أوائل تشرين الأول لعام 2020 اختطف مسلحو الباكيكا مواطنا يدعى عبد الله خضر حما من أهالي قرية شناوة تابعة لناحية جاراوة، وما زال مصير عبد الله مجهولا ليومنا هذا. سابعا تفجير أنابيب تصدير نفط إقليم كردستان. نوع الجريمة إرهاب دولي. وقت وقوع الجريمة 28 تشرين الأول عام 2020. مكان وقوع الجريمة حدود إقليم كردستان. في 28 من تشرين الأول عام 2020 وفي عمل منعدم النظير خباثة ودناء فجر مسلح تنظيمات الباكيكا أنبوبة تصدير نفط إقليم كردستان لتركيا، والذي يعتبر شريان الحياة لشعب الإقليم وموظفيه. والمستغرب في الأمر هو مدى صلافة هذه التنظيمات ووقاحتها لدى إعلانها لمسؤوليتها عن التفجير، إذ كان هناك أنبوبان تركيان للنفط بموازاة أنبوب نفط الأقليم. فالباكيكا أبقت على أنابيب إخوتهم الأتراك وحافظت عليها وفجرت أنبوبة تصدير نفط إقليم كردستان. وقد ألحق هذا العمل والاعتداء الإرهابي للباكيكا خسائر بمئات ملايين الدولارات بإقليم كردستان. ثامنا زرع متفجرات التي على الطرق العامة للقرى التابعة لدهوك. نوع الجريمة إرهاب وزرع متفجرات التي. وقت وقوع الجريمة الأول تشرين الثاني عام 2020. مكان وقوع الجريمة ناحية تشامانكي. في الأول من تشرين الثاني لعام 2020 وفي الساعة 5 فجرا فجر مسلحو الباكيكا متفجرات تي على الطريق العام الذي يربط بين قريتي ببادي وكانيكا بناحية تشامانكي. وكانت هذه المتفجرات تبعد فقط 630 مترا من شركة للبترول في المنطقة. تاسعا اغتيال بيشمركة لحماية البيئة. نوع الجريمة الاغتيال. وقت وقوع الجريمة الرابع من تشرين الثاني عام 2020. مكان وقوع الجريمة ناحية كانيماسي. في الرابع من تشرين الثاني العام المنصرم فجر مسلحو الباكيكا عبوة ناسفة بمركبة كانت تقل عناصر بيشمركة حماية البيئة لدى توجههم نحو مكان عملهم بمنطقة كانيماسي التابعة لمحافظة دهوك، ما أسفر عن استشهاد أحد البيشمركة وجرح 2 آخرين. عاشرا اغتيال مواطن مدني. نوع الجريمة اغتيال. وقت وقوع الجريمة 8 من تشرين الثاني عام 2020. مكان وقوع الجريمة سيداكان. في 8 من تشرين الثاني عام 2020 استهدف لغم أرضي زرعته تنظيمات الباكيكا مواطنا من بلدة سوران يدعى محي الدين هاركي كان يقصد جبل بولي بحدود ناحية سيداكان لغرض جمع الحطب. 11 الباكيكا تتسبب باستشهاد 3 مواطنين من إقليم كردستان. نوع الجريمة تحركات مسلحي الباكيكا في القرى الآهلة بالسكان. وقت وقوع الجريمة 12 من كانون الأول عام 2020. مكان وقوع الجريمة حدود ناحية ديرالو. في 12 من كانون الأول عام 2020 تم العثور على جثث 3 مواطنين بناحية ديرالو، وكل من محسن حج سليمان، حسن صادق وسفر سليم حمزة قضوا حياتهم نتيجة ممارسات الباكيكا، إذ تستهدف المقاتلات الحربية التركية تحركات مسلحي الباكيكا في القرى والمناطق الآهلة بالسكان، ما تودي بحياة مواطني الإقليم واستشهادهم. 12 اغتيال بيشمركة كردستان. نوع الجريمة اغتيال. وقت وقوع الجريمة 14 من كانون الأول عام 2020. مكان وقوع الجريمة قرية ديراش. في 14 من كانون الأول عام 2020 هاجم مسلحو تنظيمات الباكيكا نقطة تفتيش لقوات بيشمركة كردستان بحدود قرية ديراش التابعة لمحافظة دهوك. أسفر الهجوم العدواني عن استشهاد ضبط في قوات البيشمركة برتبة ملازم أول يدعى عبد الرحمن أمين من كردستان تركيا. 13 مهاجمة بيشمركة كردستان والاعتداء عليهم. نوع الجريمة الهجوم والاعتداء على البيشمركة والمتاجرة بالحروب. وقت وقوع الجريمة 15 كانون الأول عام 2020. مكان وقوع الجريمة سحيلة. شنت قوات المسلحة لوحدات حماية الشعب بأوامر مباشرة من قنديل هجوما عدوانيا في المثلث الحدودي سحيلة بين تركيا والعراق وسوريا على نقاط قوات البيشمركة المتمركزة هناك. وقد حاول هؤلاء المسلحون عبور الحدود بطريقة غير قانونية والتوجه نحو إقليم كردستان، وكان عددهم 8 أفراد، وقد منعتهم قوات البيشمركة من العبور امتثالا لواجبهم في حماية الحدود، وقد امتثل 3 منهم لأوامر البيشمركة ورجعوا لمناطقهم، غير أن ال5 الباقين هاجموا
اهتم قوات البشمركة بالأسلحة الثقيلة التي كانت بحوزتهم. 14. اختطاف مواطن من قرى سفح جبل قنديل. نوع الجريمة اختطاف وتهريب. وقت وقوع الجريمة 16 تشرين الثاني عام 2020. مكان وقوع الجريمة سفح جبل قنديل. في منتصف تشرين الأول للعام المنصرم اختطف مسلحو البككة مواطنا مؤيدا للبارتي يدعى قارمان عبد الله الشاكر من أهالي قرية بوغريسكان، وما زال مصيره مجهولا لغاية الآن. 15. اختطاف موظف للبلدية. نوع الجريمة اختطاف وتهريب. وقت وقوع الجريمة 17 تشرين الثاني عام 2020. مكان وقوع الجريمة سفح جبل قنديل. في 17 من تشرين الثاني عام 2020 اختطف مسلح البككة مواطنا يدعى توانا حاج صوفي من أهالي قرية بوغريسكان، وهو موظف بدائرة بلدية ورته، وما زال مصيره مجهولا لغاية الآن. 16. زرع متفجرات TNT بجسر بناحية شمانكي. نوع الجريمة الإرهاب وزرع المتفجرات. وقت وقوع الجريمة 22 كانون الأول عام 2020. مكان وقوع الجريمة ناحية شمانكي. في 22 كانون الأول عام 2020. وبعد عبور مسلح البككة جسر بيرمينكي بناحية شمانكي حاولوا زعزعة أمن واستقرار المنطقة كالعادة، فزرعوا متفجرات TNT وراءهم في الجانب الآخر من الجسر، غير أن قوات بشمركة كردستان أحبطت العملية الإرهابية وأبطلت مفعول هذه المتفجرات. في الجزء القادم سنسرد جرائم البككة الوحشية بحق الإقليم شعبا وحكومة وبشمركة لعام 2019. ترقبونا.